السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة الحكاية الأرملة وابن الجيران، وإيه اللي حصل بينهم ده اللي نعرفه النهاردة في حكايتنا. بس فضلا وليس أمرا ادعمونا في القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على الكل عشان يصلكم مننا كل جديد. صاحبة الحكاية بتقول: أنا اسمي سعاد، عمري دلوقتي 35 سنة، اتجوزت من وانا عندي 25 سنة. اتجوزت من شاب عن حب، صبرت لما كون نفسه وعمل مستقبله بعد ما خلصت الجامعة. طبعا انا كنت مخلصة الجامعة، واخدة كلية تجارة 4 سنين، مخلصة وانا عندي 22 23 سنة. استنيت لغاية ما سافر وكون نفسه، وكان ملهوش جيش عشان ملهوش الا اختين بس. استنيت لما كون نفسه، بعد كده اتقدم لي. انا ملك الجمال، بس كان بيتقدم لي عرسان كتير كتير، يمكن احسن من الانسان ده اللي انا حبيته. بس انا عشان بحبه وعنده وفاء لي، كنت طول فترة الجامعة ال4 سنين كنا مرتبطين ببعض. ولما قال لي انا هسافر الاول واكون نفسي وبعد كده اتقدم لك، قلت له مفيش مشكلة. كان كل عريس يجي لي يتقدم لي كنت بتلكك واقول انا مش موافقة، انا مش مرتاحه له، لا ده مش كويس، لا دمه تقيل. كنت بتلكك باي حاجه بحيث ان انا اطفش العريس ده عشان خاطر الحب اللي بيني وبين زميلي اللي في الجامعه. لغايه ما قعد سنتين مسافر في دول عربيه ونزل اجازه، وفي بوعده جه اتقدم له وخطبني بشبكه كويسه. وبعد كده قال لقرايبي هستنى كمان سنتين، يعني على ما يتجوز، يعني خطوبه سنتين. في الوقت ده كان خلاص عمري وصل ل26 27 سنه. وبعد ما صبرت معاه وطبعا ونزل على ميعاد الفرح، خلاص كنت انا في الوقت ده 26 سنة وكم شهر كده. قلت مش مشكلة، ما انا بضحي في الانتظار وبقف جنب حبيبي لغاية ما يبني مستقبله، عشان اساعده عشان نتجوز واحنا مرتاحين ماديا. وبعد كده نزل على ميعاد الفرح، اهلي جهزوني احسن جهاز، وهو بصراحة ما قصرش معايا وجهز جهاز على اكمل وجه. وبعد كده دخلنا وعملنا فرح كبير واتجوزنا. بعد ما اتجوزنا مرت طبعا سنة من غير خلفة. طبعا هو كان بيسافر وكان بعت لي إقامة أقعد معاه. المهم عشت معاه في الغربة أنا وهو. قعدنا السنة الأولانية ما حصلش إنجاب. تاني سنة بدأت إن أنا أهتم، وبدأت أنا وهو ندور على موضوع الخلف، نكشف يعني في السعودية. كان طبعا كنا مسافرين في دولة الخليج في السعودية، وكان لي تأمين طبي. كنت بكشف عند الدكاترة اللي هم بتوع النساء. كل ما اروح لدكتوره كانت تقول لي اعملي لي اشاعات وتحاليل وكلام من ده، وبعدين تقول لي انت عندك شويه مشاكل. المهم قعدت 3 سنين انا وهو ما خلفناش وما نزلتش مصر فيهم ولا زياره. كل ما اقول له ننزل يقول لي ما ينفعش ان احنا ننزل لما ربنا يعوض علينا. يا ابني اهلي وحشوني، وانت اكيد اهلك وحشوك، ده انت وحيد امك وابوك، يعني امك اكيد مشتاقه لك. يقول النت بيقرب اهو احنا بنكلمهم، يعني إيه على النت وماسنجر وكلام من ده، هم بيشوفونا وبنشوفهم. انت عايزه لما انزل بعد 3 سنين جواز يقول انت ما خلفتش ليه، يفضلوا يزن عليا على موضوع الخلفه؟ احنا قاعدين بعيد عنهم عشان ما يبقاش علينا كلام وضغوط في السؤال يعني. المهم قلت له خلاص ماشي. قعدت معاه 3 سنين لغايه ما مليت. قلت له طيب انت مش هتنزل مصر، نزلنا انا زياره مصر كده لقرايبي. قال لي خلاص ما فيش مشكله. المهم فعلا حجز لي طيران ونزلني اجازه شهرين. رحت طبعا زرت حماتي واخواته البنتين اللي هم متجوزين، وخدت لهم زيارات معايا وهدايا من بره وكلام من ده. المهم لما انا رحت اول زياره لقرايبه، قالوا يا بنتي انت لسه ما خلفتيش، ايه السبب وايه المشكله والمنع عند مين؟ ده انتوا بقالكوا 3 سنين يا بنتي متجوزين. اللي انا ابني وحداني، طبعا ده كلام حماتي، انا ابني وحداني وما حلتش غيره، وانا بقيت اقول ده هيتجوز ويملي لي البيت عيال، العيب منك ولا منه؟ طمنيني ومش عارف ايه. قلت لها والله العيب مش منه ولا مني، موضوع وقت وانا باخد علاج. قالت لي يعني العيب منك. قلت لها هي ما فرقتش كتير، الاسباب بسيطه وان شاء الله ربنا قادر على كل شيء. قالت لي لا خلاص ايه ليا مع ابني كلام تاني. المهم من هنا رحت زرت قرايبي طبعا وقعدت عندهم فتره الاجازه.
وقلت ابعد عن بيت العيله لان ليا شقه طبعا في بيت العيله. قلت عشان حماتي ما تحرقش دمي بكلام كل شويه تكلمني عن موضوع الخلفه. بس انا اللي فوجئته بعد كده لقيت جوزي بيكلمني من بره بيقول لي بصي انا كنت عامل لك اجازه شهرين، لا انت خليكي براحتك وشوفي دكاتره من عندك كده يشوفوا حالتك ايه، وانا هبعت لك فلوس على الاقل ارخص من هنا والعلاج اوفر من هنا ونطمن عليك اكتر. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انت بدل ما مش هتقعدي شهرين، انت تقعدي لغايه ما تطمني على نفسك وساعتها انا يعني هبعت لك هحجز لك طيران من عندي. قلت له تمام مفيش مشكله. رحت لكام دكتوره، الدكتوره قالت لي انت عندك مشكله طبعا في موضوع الخلفه من ناحيه المبايض والكلام من ده وعندك تكيسات كبيره وعندك ضمور في المبايض فما فيش تبويض وكلام من ده، مشاكل كبيره يعني. المهم طبعا انا عشان صريحه مع جوزي واخدين بعض عن حب كلمته في نفس اليوم وقلت له انا رحت للدكتوره قالت لي انت عندك المشكله كبيره وهتاخد وقت وسنين على ما تتعالجي. قال لي يعني معنى كده ان الموضوع احنا صبرنا 3 سنين زيهم بقى 3 سنين 4 سنين والله اعلم هتخلفي ولا لا. انا بعد كده خلاص احنا ما ندورش على علاج ولا ندور على حاجه نسيبها لله زي ما تيجي من عند ربنا. ده احنا اللي بنجيبه من الغربه بنقعد نصرفه على موضوع الحمل وموضوع العلاجات وما فيش حاجه بتجيب نتيجه. قلت له والله انا عن نفسي ما بفكرش في الخلفه، انا كل اللي انا يهمني اكون جنبك وتكون جنبي واحنا الاتنين نعيش مع بعض. موضوع العيال ده بتاع ربنا زي ما ربنا يكتب، انا مكتفيه بيك ما انت ابني وحبيبي وجوزي وكل حاجه. قام قايل بس العيال عزوه من مش هفضل طول عمري اتغرب وفي الاخر ابنيها والمها لاولاد اخواتي يورثوني. المهم قلت له انا ما برفضك ما بمنعكش من حاجه، لو انت شايف ان انا اتاخرت عايز تتجوز اتجوز. قام رد عليا ما قال لي ايه لما تيجي وقتها نبقى نتكلم. المهم قعدت طبعا اجازه 4 شهور في مصر وبدات انا اللي زلنا عليه اقول له يا ابني بقى احجز لي عشان اجي. طب احجز من عندي طيران انا معايا فلوس. يقول لي ايه اصبري شويه. المهم قعدت يجي 6 شهور ولا بعت لي ولا اي حاجه وبقيت قاعده عند اهلي ودماغي بتودي وتجيب. هو مش راضي يبعت لي اسافر ليه؟ اتمنى امه قالت له موضوع الخلفه ده ما دام عندها عيب يا ابني من حقك تتجوز وتفرح ومش عارف ايه وتخلف عيال وربنا حلل للشرع مثنى وثلاث ورباع والموضوع دخل في دماغه. واللي فوجئت بعد كده وانا قاعده عند قرايبي وقاعده ومش حاطه اخوانا خالص ان هي خطبت له من البلد اللي احنا فيها بنت بنوت وخطبت له بنت وودتها كمان عروسه من غير ما تجهز له اي حاجه ولا اي اشياء جابتها له. وقامت بعته يعني بعت توكيل لابوه خطبه وكتب كتابه وجاب لها شبكه وهي سافرت له عروسه. طبعا البنت من بلدنا بس مش من البلد نفسها، هي من نفس المحافظه بس من منطقه ابعد مننا شويه. فوجئت بعد كده بواحده صاحبتي اصلا كانت مرات صاحبه اللي في الشركه اللي شغال معاه بتقول لي انت ما جاتيش ليه؟ قلت لها انا مستنيه الفرج لما جوزي يبعت لي اروح له او يحجز لي طيران، انا كل ما اقول له اجي لك يقول لي اصبري شويه اصبري شويه ومأجلني. قمت قايله والله انا عايزه اقول لك حاجه بس انا خايفه لا اقولها لك وتزعلي. قلت لها جوزي جرى له حاجه في حاجه؟ قمت قايله والله مش عارفه اقول لك ولا لا بس اوعديني ان انا لو قلت لك ما تنفعليش او تزعلي او تاخدي في خاطرك مني او تزعلي مني، انا والله ما كنت عايزه اقول لك بس لازم تعرفي. قلت له خير قولي لي وانا مش هقول لحد ومش هزعل يا ستي، بقى عندي فضول قاتلني ان انا اعرف الاسباب. قالت لي بصراحه من شهر كده طبعا كان عدى على موضوع 8 شهور كمان في البلد وما بعتليش بعد 6 شهور كنت بتحايل عليه فيه ان هو يبعت لي. قالت لي بصراحه من شهر كده جوزك اتجوز وجايه له واحده عروسه من المحافظه بتاعتكم من منطقه كذا وبرضه خريج الجامعه وبنت صغيره برضه حلوه يعتبر اصغر منك بتاع 3 سنين ولا حاجه وكده يعني. وجوزي عرف منه وجوزي طبعا ما بيخبيش عليا حاجه فحكى لي فقال لي ان ابراهيم اتجوز واحده غير مراته وجايبها عروسه هنا وانا بقول لك بس ما تقوليش، انت عارفه ان جوزي على نياته وما خباش عليا. ساعه ما قلت الخبر طبعا الموبايل قاعد واقع من ايدي على الارض وانا بقيت في دنيا غير دنيا، لقيت دماغي بتلف مني واترميت في الارض ما بقتش حاسه بالدنيا غير ما قرايبي بيفوقوني وبيحطوا لي برفيوم كده وعمالين يحاولوا ان هم يفوقوا فيا. ساعتها خدت الكلام منها وما قدرتش ارد عليها، هي رنت عليا اكتر من مره ما قدرتش ان انا اواجهها ولا اتكلم معاها. كل اللي انا عملته طبعا لما فقت وبدات استرد كده قوتي رنيت عليه وقلت له الف مبروك يا عريس ربنا يتمم لك بخير ويرزقك بالخلف الصالح. قال لي انت عرفتي منين؟ قلت له ما فيش حاجه بتدارى في البلد وانت كنت فاكر ان انت لما تتجوز بقالك شهر ان انا مش هعرف، لا انا عارفه بقالي فتره وانا سايباك على راحتك وكنت سايباك لما انت اللي تحكي لي بنفسك. انا ليا الحق اعرف اذا كان جوزي هيكمل معايا ولا لا او هيتجوز غيري ولا لا، من
حقك تتجوز مثنى وثلاث ورباع، وده شرع ربنا، بس من حقي ان انا اعرف واقرر اذا كنت اكمل معاك ولا لا. لقيته بيقول لي ما انا بقالي 3 سنين ودي الرابعه متحملك ومفيش خلفه وموضوعك هيطول، وانا واحد بتغرب وبشتغل وبقف على رجلي ليل ونهار عشان اجيب القرش، مش في الاخر هلمها للغرب او للمها لاولاد اخواتي وجوازهم. انا عايز يبقى لي عزوه وعيال، وانتي ما تكرهليش الخير. وكمان انا متجوز بقالي فعلا شهر، وده الشهر التاني، وبندور على موضوع الخلفه، لان انا بصراحه برضو خدتها وكشفت عليها وعملت فحوصات والحمد لله ما عندهاش اي موانع، فانا طمعان وعشمان في ربنا انه يعوض عليا. وانتي بقى براحتك، عايزه تكملي معايا تكملي، مش عايزه تكملي دي حاجه ترجع لك، انا مش هقف في طريق يعني سعادتك انتي واختيارك. لقيته بيعني كده زي اللي بيقول لي اطلبي الطلاق. قلت طب تمام خلاص براحتك، استخير ربنا وارد عليك. وقفلنا على كده المكالمة، وشوية لقيت مامته زي ما يكون هو قال لها ان سعاد عرفت ان انا اتجوزت وكده، وبقى بالنسبه لهم الموضوع عادي. يعني يمكن لو ما كنتش اعرف كانت جوازتي فضلت ماشيه معاه. لقيتها بتقول لي ما دام انت عرفتي بقى انت عايزه ايه من ابني صبر معاكي 3 سنين وعمال كل قرش جوه من الغربه يصرفوا عليكي هناك في السعوديه، وانت عايزه يعني كل اللي يجمعوا يقعدوا يصرفوا عليكي، انت خلاص كده موضوعك قفل معاه. اكيد الموضوع اللي عندك ده عقم تام، عمرك ما هتخلفي. وكمان انا اتجوزته عشان نفسي افرح بابني ان يخلف لي عيال ويملي لي عزوه في البيت. انا مش هفضل قاعده على عيل وحداني، وانت ما يرضكيش ان انا اتحرم من ذريه صالحه لابني، وانت شايفه ان انا قلبي زي قلب انا منك. سيبيه يعيش مع مراته الجديده ويتهنى، وانت شوفي لك واحد برضو تكملي معاه حياتك، ممكن يبقى ارمل ولا مطلق ولا عنده عيال، وانت بقى ورزقك معاه ممكن تخلفي. لكن ابني مش هيفضل فاسخ نفسه على بيتين، اللي يجيبه يعيش بيه بيتين وما يلمش حاجه. وكمان هو اتجوز وربنا يعوض عليه، وانت ما تكرهلوش الخير. انت فعلا لو بتحبيه تسيبيه يعيش حياته وما تعطليش مستقبله. قلت لها هو اللي قالك الكلام ده توصله لي؟ قالت لي من غير ما يقول لي، انا حسيته من ابني دلوقتي مبسوط مع مراته، ومراته كويسه ومريحاه وكشف عليها وطمن عليها ومستني منها خلفه صالحه ان شاء الله. قلت لها بس كده يبقى افتراء عليا ان لما انت تقطعي نصيبي مع جوزي اللي حبيته وصبرت معاه 4 سنين على ما يكون نفسه، وانا مخلصه من الجامعه 22 سنه، اصبر 2 على ما يكون نفسه، واصبر كمان 2.5 على ما يرجع عشان يتجوزني، ومتجوزاه وانا عندي كام 25 26 سنه، ودلوقتي قربت على الثلاثينات. يعني حرام عليكي ان انا اقف جنبه لغايه ما يكون نفسه، والاخر تخليني يعني قاعده كده تضحي بيا كده بسهوله. اذا كان ابنك في نعمه انا اللي السبب فيها بعد ربنا، انا اللي وقفت جنبه لغايه ما كون نفسه وتحملت على ما يقعد 4 سنين يلم من غربته. غير كده كمان انا سافرت معاه ووقفت جنبه وساعدته، ومش حرام ولا عيب ان الواحده يكون ربنا مبتليها بحاجه تمنع الخلفه. اكيد ربنا عوضه جميل، يصبر معاه وان شاء الله ربنا يكرمني. وكمان انا مش زعلان ان هو اتجوز حقه، وانا قلت له قبل كده اتجوز لو انت عايز تتجوز ما دام انت مستعجل على موضوع الخلفه. وكمان هو اتجوز خلاص، انا ما عنديش اي مشكله ان انا اعيش مع جوزي و... وافرح ان هو يفرح بحته عيل، وانا يبقى ليا رزق ونصيب ان انا اعيش معاه. قالت لي لا بس ابني كده هيتفسخ، هيصرف عليك ولا يصرف عليها؟ والوقت هو بيسافر هيبعت لك تقبلي هتعيشي مع ضره؟ انتوا عايزين انتوا الاتنين تتفقوا على خراب دماغه، او تتفقوا عليه ان تدمروه، او يبقى بينكم وبين بعض غيره ومشاكل وابني ما يتعكنن عليه. انا يا بنت نصيحه مني ليكي، انت زي بنتي. ما دام هو اتجوز وشق طريقه خليه يعيش حياته، وانت شوفي طريقك، وان شاء الله ربنا هيجبرك باللي يعوض عليك احسن من ابني. وقمت قافله السكه في وشي. ساعتها عرفت ان هم بينوا على خراب بيتي، وان هم هيستندلوا معايا وهيطلقوا. وفعلا بعد مكالمتها كده انتظرت ان هو يرن عليا ولا يسأل عني ولا يبعت لي حتى مصاريف، ما عبرنيش خالص. وقعدت بعدها 4 شهور لا يسأل عليا ولا يكلمني ولا اكن انا على ذمته، لغايه ما في يوم انا اللي رنيت على تليفونه. قلت ارن عليه بقى كده اشوف ايه النظام، هبقى مصيري معاه ايه. لقيت مراته اللي بترد، بتقول لي ايوه يا حبيبتي ما عدتش ترني تاني، انا مراته وخلاص، هو شاف مصلحته وشاف حياته معايا. عيشي حياتك، انت مش هتلقي منه رجا، خلاص هو اتعلق بي انا واتعلق بحياتي انا، هو ما هوش عايزك، ما ترميش نفسك عليه اكتر من كده. شق طريقك بعيد عننا. ولقيتها بتقول لي كلام جارح جدا من تليفونه، يعني معنى كده ان هو موجود وقاعد جنبها وسايبها تجرحني. ساعتها قلت لها طب معلش ممكن تديلي التليفون لجوزي اكلمه وانا انهي معاه واشوف هو عايز ايه. قامت قايله انت عايز تسمعي الكلام ده منه؟ خلاص ما فيش مشكله ما دام انت عايزه تحرقي دمك. لقيتها بتديله التليفون بيقول لي كل شيء اسمه
اسم ونصيب وعيشي حياتك، وانا مش عايزه اقف في طريق سعادتك، انا خلاص لقيت سعادتي، وانا مراتي دلوقتي منتظرين مولود الحمد لله بعد 4 شهور او 5 شهور جواز. ربنا كريمها دلوقتي في شهر ونص، وانا مش عايزه تزعل عشان الحمل اللي في بطنها ده يهمني ويعز عليا، فانا بصراحه مش هقدر اكمل معاكي. قلت له ده اخرتها؟ قال لي كل شيء اسمه ونصيب، انا ما ظلمتكيش، انا كده عشت حياتي ومش عايزه اظلمك معايا، وبصراحه مراتي مش حابه ان يكون لها ضره. انت قدامك الحياه، قدامك كتيره وكبيره، وقدامك العمر تقدر تختاري فيه شريك حياتك اللي انت عايزاه، لكن انا والله مش عايزه اخسر مراتي وعيشها في نفسيه مش كويسه وهي بتغير عليا وبتحبني وده حقها وكده. قلت له كل ده بعد ما وقفت جنبك وعملت معاك المستحيل واتغربت معاك ووقفت جنبك ولميت عليك وتحملتك 4 سنين جامعه حب، وتحملتك كمان 4 سنين على ما أمنت مستقبلك. كل ده ضاع من حياتي دلوقتي، ده أنا داخلة في 30 سنة، جاي دلوقتي تتخلى عني؟ قال لي دي حياتك وانت حرة فيها، وأنا خليفة بتاعت ربنا، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأنا عايز أعيش حياتي زي ما ربنا أنعم عليا بيها، ونعيم الدنيا أنا أحرم نفسي بيه ليه؟ أنا متجوز واحدة حلوة والحمد لله مريحاني، فأنا مش ما عنديش حاجة ناقصاني عشان أكملها معاكي. قلت له طب خلاص اللي أنت عايزه، وزي ما انت قلت كل شيء اسمه ونصيب. فوجئت بعد كده ان هو بعت لي توكيل لابوه بالطلاق، وان هو يسلمني قيمتي كامله وحاجتي، وفعلا رحت شلت عفش من البيت انا واهلي، كل ركن كنت عايشه يعني معاه في ذكريات، كنت بعيط واتقطع من جوايا واقول هان عليك العشره وهان عليك العيش والملح، طب كانت تسيبني على ذمتك استرزق، يبقى ليا رزق معاك، انت تخلف وتعيش حياتك بس ما تحرمنيش من وجودك. انا ما رفضتش يا جماعه ان انا يبقى ليا ضره، بالعكس انا قلت خلاص هو نفسه يجيب له حته عيل، بس ايه المانع كان يسيبني يبقى ليا رزق يعني معاه ان انا اعيش واتحمل وابقى برضه رغم ان انا اللي غيرت الضره، برضه من حق انا اللي كنت اغير لان انا الاولانيه، بس كنت اتقبل الوضع عشان خاطر ما ابعدش عن الانسان اللي انا بحبه، وفي نفس الوقت ما عمري ما كنت هبقى انانيه ان هو يبقى ليه طفل. لكن هو طلقني بطريقه مش حلوه وجرحني وذبحني قدام الدنيا كلها، وكمان يعني حسسني بضعف ونقصي ان انا عندي عيب خلقي او ان انا ما بخلفش او انا عندي عجز، ما كانش تسيبني بالطريقه ديت. المهم طلقوا مني، صدمني لما لقيت بابا بيقول لي هو عامل لي توكيل بالطلاق، فانا هجيب المأذون وهطلقك بالنيابه عنه وخد عفشك وحاجتك، هو مش عايز منك حاجه ومش منتظر منك حاجه. قلت له مش مشكله، وخدت حاجتي فعلا واتطلقت من هنا. وبابا اجر لي شقه فرش فيها حاجتي عشان ما تتبهدلش، وقال لي يعني تحافظ على الحاجه لغايه ما يجيلك ابن الحلال. ساعتها انا قلت له انا مش عايزه لا ابن حلال ولا اي حد تاني، انا خلاص خدت نصيبي من الدنيا، واللي هتجوزه تاني برضه هيدور على موضوع الخلفه وهنرجع لنقطه الصفر تاني، فانا خلاص اكتفيت بكده. لغايه ما في يوم انا طبعا كنت مأجره شقه وكنت فرشه حاجتي فيها، وساعات انا كنت انا ووالدتي نروح نبات فيها بعد ايام كده عشان الحاجه ما تتسرقش، وساعات كنت يعني اروح افتحها الشبابيك واهويها وانضفها عشان برضو ما تسويش وتبوظ من القفله، لان كنت عايشه مع قرايبي، ما انا ما ينفعش اعيش وحدانيه في بيت لوحدي. لغايه ما في يوم وانا في الشقه طبعا اللي انا مأجراها كان في يعني شقه قصاد مني فيها طفل اللي ما شاء الله زي القمر قوي عمره 8 سنين، لقيته بيقول لي ازيك يا طنط، قلت له ازيك يا حبيبي، قال لي انت قاعده لوحدك هنا؟ قلت له اه انا قاعده لوحدي، انا مأجره بس مش ببات هنا، انت هنا ساكنين؟ قال لي قلت له ماما موجوده معاك؟ قال لي لا ده ماما ميته وسايباني وانا عمري 6 سنين، ماما جالها الكانسر وماتت، وانا هنا عايش لوحدي انا وبابا. قلت له وانت قاعد لوحدك ازاي؟ قال لي بابا بيشتغل موظف وبيسيبني الصبح، انا بروح لو احنا في الاجازه بيسيبني الصبح اقعد لوحدي، وبيجي هو اخر النهار الساعه 5 بيكون عامل لي فطاري وغدايا وكل حاجه، بس بيقول لي اقفل على نفسك بالمفتاح ما تفتحش لاي حد، وسايب معايا المفتاح لان لو لا قدر الله حصل ماس كهرباء لا قدر الله، بيخاف عليا من البوتاجاز وبيقول لي ما تولعش النار وما تعملش اي حاجه، ولو لقيت نفسك في خطر افتح الباب واطلع اجري، يعني ما بيقفلش عليا بالمفتاح. فانا عشان كده يا طنط لما لقيت حد، طبعا انا بخاف اقعد لوحدي، ولما لقيت الباب بتاعكم بيتفتح وصوت بني ادمين في البيت انا فرحت قوي ان في ونس، انا زعلت قوي يا طنط ان انت هتمشي وتقفلي البيت للابد، انا والله بخاف قوي من العماره من لوحدي، وبخاف كمان ان شقتك مقفوله ما فيهاش اي بني ادمين، فبقى قاعد اتخيل حاجات مش كويسه واتخيل حاجات زي الزومبي كده، وببقى مش قادر ان انا اقعد لوحدي، بقعد ارتعش كده لغايه ما بابا يجي لي بالسلامه من الشغل. قلت له ساعتها يا حبيبي والله انت صعبت عليا قوي وكده، عامه انا هاجي كل فتره، ولما اجي
مادام بابا في الشغل لما تلاقي الباب بيتفتح يبقى تعالى اقعد معايا. وفعلا قعد معايا شويه على ما رتبت الشقه وجبت له شوكولاتات وكلام من ده من البقاله وحاجات زي كده. ساعتها ماما قالت لي والله الواد ده صعب عليا يا بنتي، ده باين عليه اليتم وعينيه باين عليه الحزن كده. شفت الام نعمه، ربنا ما يحرمش اي ضنا من امه وابوه. قلت لها والله يا امي والله هو صعب عليا كمان. رحت اكتر من مره طبعا الشقه، وامي بقت تقول ايه رايك نقعد فيها باليومين ثلاثه ونهويها كده ونغير بقى يعني جو كده فيها ونعمل حس في الشقه لا تنسرق. قلت لها عندك حق يا ماما. في الوقت ده كان الطفل الجميل ده كان اسمه اياد، كان بيجي يقعد معايا لغايه ما في يوم بابا جه من الشغل بدري وقعد يقول يا اياد يا اياد وينادي بصوت عالي، إيه الولد فين يا ولاد؟ محدش شاف الولد وخايف لا يكون الولد اتخطف او اي حاجه. كنا طبعا في الاجازه الصيفيه وما كانش بيروح دروس وعشان كده كان قاعد مستديم لوحده في الشقه. ساعتها قلت له حضرتك بتسأل على اياد؟ اياد قاعد معايا. قال لقيته بيقول لي وازاي جالك كده من غير ما يعرفني؟ قلت له انا هنا بقالي فتره، والله هو بقالي 3 شهور اعرف اياد وباجي هنا افتح شقتي اهويها وكده وبيجي يقعد معايا. قمت لقيته بيقول لي طيب كويس اهو بيلعب مع اولادك ولا حاجه؟ قلت له لا للاسف انا ما عنديش اولاد ومطلقه، بس انا واخده الشقه دي بالايجار فرشاها عشان حاجتي ما تخربش وتبوظ وكده، وساعات باجي انضفها وساعات باجي افتحها اهويها، ساعات انا ووالدتي بنيجي نبات فيها كده. قال لي يعني اياد يعرفك بقالي 3 شهور؟ ما قاليش الموضوع زي كده. قلت له عادي بقى، هو خاف العود تمنعه مني ولا حاجه؟ ربنا يبارك لك فيه، ده واد زي العسل وما شاء الله، ربنا يجعله من البرين فيك وان شاء الله تشوفوا دكتور وتشوفوا حاجه كبيره ان شاء الله. وساعتها خد اياد ودخل شقته وانا طبعا قفلت باب الشقه. بعدها طبعا قعدت انا وماما يومين، لقيت اياد بقى بيخبط عليا ويقول لي يا طنط انا جاي اقعد معاكي. فضل اياد يتردد عليا اكتر من مره لغايه ما لقيت في يوم بيقول لي يا طنط انا حكيت لبابا كتير عنك على قد ايه انت طيبه وبتعملي اكل وتاكليني وبتساعديني في تنظيف الشقه لما بابا يكون مش موجود، بتيجي تساعديني وتعملي كل حاجه وبتعامليني زي كأن ابنك. فبابا اعجب بيكي. قال لي يعني يا اياد لو اتقدمت لها وجوزتها تحبها؟ قلت له يا ريت يا بابا والله ده انا بحبها قوي قوي قوي، ما تصورش قد ايه لما بتكون مش موجوده في الشقه بقعد اعيط وبحس باليتم. قال لي للدرجه دي يا ابني؟ قلت له اي للدرجه دي يا بابا، والله يا ريت تتجوز طنط سعاد، والله هتملى حياتنا وطيبه جدا ومامتها طيبه جدا. ساعتها انا قلت سبحان الله ايه يعني، استغربت كده ان الولد بيتكلم مع باباه ان هو يعني بيخطبني او ان هو عايزني في حياته. ساعتها ماما لما سمعت الكلام قالت لي ما انت كريم يا رب، ده ابوه حتى زي القمر وما شاء الله، يعني اكبر منك بحاجه بسيطه ما هوش كبير قوي. كان في الوقت ده وصل عمري ل 33 سنه، يعني كنت اتطلقت وعدى عليه 3 سنين. المهم بعدها لقيته بيخبط ابو اياد في يوم ولقيته بيقول معلش يا مدام سعاد ممكن اقابل مامتك واكلمها؟ قلت لها يا ماما كلمي ابو اياد عايزك. لقيته بيقول لها يا طنط، لقيته بيقول لها يا طنط انا عايزه اكلمك في موضوع مهم وممكن نقعد لوحدنا. خدت انا اياد ودخلنا اوضه الاوضه بتاعتي وقعدنا نلعب مع بعض انا وهو ما يتكلم معاه في الموضوع اللي هو عايزها فيه. فوجئت بعد كده ان هو طالبني للجواز. امي فرحت جدا وقالت ده شاب وسيم وما شاء الله موظف وعنده ولد مش هيدور على الخلفه، ويا بنتي انت اتعلقت بالولد والولد اتعلق بيكي، ايه المانع ان انت توافقي؟ ساعتها قلت لها يا ماما لو جه يكلمك تاني قولي له ان سعاد عايزه تقعد معاك قاعده كده وتتكلم معاك وتسمعها وتسمعك. فالمهم فعلا بعد يومين لقيته بيرن عليا الجرس بيقول لي يا طنط ما ردتش عليا اي او لا؟ قالت له طيب هي سعاد لها طلب عند حضرتك؟ لقيته بيقول لها طب خير. قالت له هي عايز تتكلم معاك في موضوع وعايزه تاخد راحتك مع يعني راحتها معاك في الكلام كده زي رؤيه شرعيه كده وتتكلم معاك وتسمعها وتسمعك. فالمهم قال لها ما فيش مشكله ناديلها وانا كل اذان صغير اتكلم معاها واللي هي تعوزه اعمله لها. المهم انا قعدت معاه وقلت له انا عايزه اقول لك حاجه يا ابو اياد عشان تبقى عارف وتبقى الحياه على بينه كده، ما بحبش اغش حد. قال لي خير قولي. لقيتني برد عليه وقلت له انا اتجوزت عن حب 4 سنين طول الجامعه واتجوزت بعد منها. اتخطبت 4 سنين، يعني صبرت 4 سنين على ما كون راح يعني كون نفسه في 2 ورجع تاني اتجوزني. خطبني وبعد 2 يعني 8 سنين ضاعوا مع عمري يعني ضاع عمري 8 سنين مع الشخص اللي انا اتجوزته ده. وقعدت معاه 3 سنين ما خلفتش، والعيب بصراحه مني انا عندي ضمور في المبايض وده اللي مأثر على الانجاب، يعني اعتبره شبه عقم. فانا ما بخلفش عشان خاطر تبقى الحياه على بينه، عشان ما تتجوزنيش وتدور تقول انا عايز اخت واخ لاياد اعتبر ان انا عقيمه.
فانا ما احبش ان انا اغشك وبعد كده تقول ليه ما صرحتنيش من الاول. انا ضاع من عمري 3 سنين في جواز وسابني عشان خاطر الخلفه، وما دورش على اني يعني اعرفه من 8 سنين قبل الجواز، وغير كده كمان اتغربت معاه 3 سنين وبيني وبينه عيش وملح، والحب داس عليه عشان خاطر الخلفه. فلو كان موضوع الخلفه مش هيفرق معاك، انا اتمنى اكون ام لاياد وهو يكون ابني، وهو بصراحه انا بحبه وهو بيحبني. لكن ان انا اخش على غش وبعد كده تقول انا عايز عيال او تحس ان انا اتاخرت في الانجاب، برضو لازم تبقى عارف كل حاجه عني. انا العيب مني مش من جوزي اللي هو طلقني او من طريقي. قال لي انا مش عايز عيال، انا عايزك انتي، وكفايه علينا اياد يملى حياتنا وربنا يبارك لنا فيه، وانا راضي باي حاجه، والخلفه دي بتاعت ربنا، وانا ما بدورش على خلف. انا نفسي بس في ام صالحه تحب اياد وتعوضه عن حرمان اليتم، لان هو يتيم وكده. وانتي مش هلقي ليكي ان اللي ابني احلى منك ولا اطيب منك، وبصراحه هو اللي حببني فيكي لما لقيته متعلق بيكي. كفايه ان هو 3 شهور قاعد معاكي وما قاليش والاقيه يعني بيقول لي انا حاسس ان هي امي، دي تفرق عندي. المهم قلت له خلاص على خيرة الله، نكلم بابا ونشوف الموضوع ونرد عليه. وخدت رقم تليفونه وكلمت مع والدي، لقيته فرح ورحب جدا واتقابل معاه، والحمد لله خطبني واتجوزنا على طول في الشقه بتاعته، رغم ان شقتي فيها عفش برضه هو كان عنده. يعني من خيرات ربنا برضه شقته مفروشه كامله، وبقيت بين هنا وهنا انا وهو، لانها طبعا حاجتي هتتبهدل وكده. وكنت برضو لسه مأجرة، حتى هو اللي كان بيدفع لي الإيجار. وقعدت معاه 3 سنين أم صالحة لإياد، وإياد كان بيعاملني على إنه أمه، وعمر ما حسسته إن أنا مرات أبوه، وبصراحة كان معوضنا عن حرمان الأمومة. لغاية ما بعد 3 سنين مروا عليا، وفجأة لقيت نفسي وأنا في المطبخ دايخة جدا وعمالة أرجع وتعبانه جدا جدا. واتصلت عليه وهو في الشغل، قلت له الحقني الحقني انا بموت، يا خلاص تعالى الحقني انا تعبانه جدا وجسمي بيتنفض. المهم في الوقت ده خدني وعند دكتوره بطنه وكشف عليا. الدكتوره قامت قايله له هي ممكن يكون دور برد، وفعلا ادت لي علاج مكثف كده. وشويه لقيت نفسي العلاج بيوقعني اكتر وبيخليني مع نفسي مصدوع عن الاكل، وجسمي بدا يغير لونه. المهم قام واخدني لدكتوره تانية، قالت له ازاي ان انت دكتوره تكتب لها على علاج مكثف زي ده ومضاد حيوي جديد من غير ما تختبر حمل؟ قام قايل لها زي، قالت له انا شاكه ان مراتك اعراضها اعراض حمل، انت تعمل لي تحليل الاول وبعد كده يبان. عمل لي طلبت الدكتوره مني تحليل حمل، والحمد لله لقتني حامل في شهر ونص. كل ده وانا ما اعرفش. ساعتها هو فرح جدا وقال لي ازاي ان هي حامل، وسبحان الله شيء القادر على كل شيء ربنا سبحانه وتعالى يعني معجزاته كتير، وازاي ان هي حامل شهر ونص وهي مش حاسه. قال احيانا بيكون الحمل من غير انتباه، او هي مش حاطه في دماغها موضوع الخلفه. ممكن الواحده تحمل شهر واثنين وثلاثه وهي ما تعرفش لغايه ما اعراض بطنها تبان كمان. المهم ساعتها فرحت جدا وبقيت اسجد انا وجوزي سجدة شكر ان ربنا كرمني بعد 3 سنين، والحمد لله ربنا انعم عليا ببنت. بس قعدت بعدها فتره طويله ما خلفتش، لان طبعا عندي بغيب في الحمل قوي. فربنا اراد ان انا اجيب بنت واخت لاياد تبقى يعني ونس لي في الدنيا. واللي عرفته بعد كده طبعا لما رحت الاهل زياره، طبعا وانا معايا ما شاء الله بنوته زي القمر، سميتها ريتاج، ما شاء الله كانت طفله جميله جدا جدا. طلع لباباها وراح ازور زياره لماما كده، انا واياد وبابا اياد وكده وبنتي. ورايحين فجاه لقيت امي بتقول انا عايزاكي في موضوع مهم. قلت لها خير يا ماما. قالت لي شفت اللي انت كنت متجوزاه وطلقك وغدر بيكي؟ قلت لها ماله؟ قامت قايله ده مامته جات لي النهارده وجات تتكلم معايا، وفوجئت ان هي بترن عليا الجرس. قلت لها ليه خير؟ هي عايزه منك ايه يعني؟ ده الموضوع قديم قوي، ده انا قعدت 3 سنين غير جواز غير دلوقتي، انا متجوزه بقالي 3 سنين، 6 سنين من العمر ده كله اللي فكرها بينا؟ ابعد عنها يا ماما اللي تخرب عليا. قامت قايله لا والله هي جايه ومكسوره كده ونفسيتها وحشه، وجايه تقول ان ابني بتجوز بقاله دلوقتي داخل على 7 سنين ما خلفش، وكل ما مراته تحمل تسقط، وكل ما تحمل تسقط، تيجي عند الشهر الثالث والجنين يسقط لوحده، وهي ما عندهاش اي موانع، بس ربنا مش كاتب الخلفه. هي فاكره ان انت داعيه عليه وبتقول خليها تسامح ابني وتدعي له ان ربنا يكمل حمله على خير وان يعوض عليه بالخلف الصالح، لان هو جه عليها وظلمها، ففاكر ان هي داعيه عليه بقله الخلفه والحرمان منه.
وساعتها ماما قالت لها هي تدعي عليه ليه؟ هو خلاص لقمة عيش وانقطعت وكل واحد خد نصيبه. وكمان انا عايزه اعرفك على حاجه. قالت لها ايه؟ قالت لها الحمد لله سعاد ربنا عوض عليها ببنوته زي القمر وسمتها ارتاج. بنت بسم الله ما شاء الله جميله وحلوه زي ابوها. قالت لها لقيت حماتك سابقا بتقول لي هي سعاد خلفت وجابت بنت. قالت لها اه ربنا قادر على كل شيء يحيي العظام وهي رميم. ربنا بيعوض وعوض ربنا جميل. بنت صبرت وبنت اتظلمت في حياتها كتير عشان كده ربنا عوض عليها براجل صالح. وبعد 3 سنين من جوازها ربنا عوض عليها بالخلف والحمد لله بقى معاها بنت زي القمر. المهم قلت لها يا ماما بعيدة عنها، ولو كلمتك تاني في اي حاجه قول لها هي لا بتدعي عليه ولا بتدعي له، الله يسهله ويوفقه. هي في حياتها ومعاها راجل زين الشباب ما بتفكرش فيه ولا عشان تدعي او ما تدعيش. والخلفه دي بتاعت ربنا. ربنا قادر على كل شيء يخلق من يشاء يعني اناث ومن يشاء ذكور ومن يشاء عقيم. وسبحان الله ربنا قادر على كل شيء. انا كنت ايه والحمد لله ربنا عوض عليا بعد صبر طويل. وهو ان شاء الله ربنا برضه يمكن يعوض عليه. هو ليه وقت وربنا هيعوض عليه ان شاء الله. ده حاجه في علم ربنا. لكن هي لا تجيلك ولا تروحي لها يا ماما ولا تفتحي بينك وبينها باب للعود تخرب عليا. وانا جوزي بحبه ومتعلقه بيه ومش عايزه مشاكل. الست ديت ياما اذتني وياما جرحتني في موضوع الخلفه، فانا مش عايزاها تتدخل في اموري. وفعلا امي رنت على التليفون وقالت لها انا كلمت سعاد وبتقول انا لا بدعي عليه ولا بدعي له، الله يوفقه ويوفقني. كل واحد بياخد نصيبه وهو خد نصيبه من الدنيا معايا وانا خدت نصيبي من الدنيا معاه. وكانت لقمه عيش واتقطعت وانا دلوقتي الحمد لله عايشه ومبسوطه مع جوزي. وبصراحه كده انا مش عايزاكي تكلميني هنا تاني لان بنتي مش حابه ان احنا نتكلم مع بعض. بنت عايشه مع جوزها في امان ومش عايزه حد يخرب عليها. ومجيك عندي هيخلي جوزها برضو ممكن يغير يقول ده احنا عايزين نرجع العلاقات تاني. فبلاش تجيني ولا انا اجيلك. وربنا يوفق ابنك ويرزقه بالخلف الصالح. وساعتها عرفت ان ربنا قادر على كل شيء. مش معنى ان ربنا ما ارادش ان مراتك تخلف تظلمها. حتى لو انت عايز تتجوز اتجوز بس سيبها على ذمتك. بلاش تحسها بالعجز. ربنا هو اللي بيرزق مش انت اللي بترزق. ربنا بيحيي العظام وهي رميم. بيخلق للدودة رزقها في الحجرة. يعني سبحان الله ربنا قادر على كل شيء. يعني النهارده هي ما خلفتش بكره تخلف. فسبحان الله ربنا كان عوضه لها عوض جميل. يا ريت هو كان صبر عليها وما ظلمهاش وكانت عاشت حتى لو مع ضرة. كان اكيد ربنا هيعوض عليه من دي ومن دي. وكان ربنا هيرزقه بذريه صالحه من الاتنين. بلاش تفتروا على ولايا الناس وعلى بنات الناس. مش معنى ان مراتك ما بتخلفش تجرحها وتحسها بالعقم وتتبطر عليها وتظلمها. هي لها رزق ربنا كاتبه معاك. سيبها تسترزق وتعيش معاك ويتجوز وخلف. لو ما دام هي ظروفها هي اللي منعاها من خلفه وصبرت سنه واثنين وثلاثه ليها لقمه تعيش معاك بلاش تقطعها. هو جه عليها وافترى عشان كده ربنا عاقبه. قال له انا اللي بقول للشيء كن فيكون. انت عايز الخلفه اهو انا هديك الخلفه بس هحرمك من ان انت تشوفها. هي ما كانتش بتخلف. قال لها انت عشان انت صبرت بابتلاء ربنا وكنت راضيه وقنوعه انا هعوض عليك بالخلف الصالح. يا ريت تكون حكايتنا كان فيها عظه وعبره. وما تنسوناش في الاشتراك والدعم في القناه وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يصلكم مننا كل جديد. وبكده تكون حكايتنا خلصت مع بعض. يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا تعليقات حلوه كده من قلوبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.